السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كويزين سكري سالي مالح وحلو. اليوم نقدم لكم كيكة بكريمة الكراميل، مذاق رائع ديال الكراميل وبشكل رائع. مكونات بسيطة سهلة التحضير، تبعوا معايا الفيديو. اول حاجه غنحتاجو 2 بيضات يكونوا بحراره المطبخ. غنطربو البيض حتى كيدير لينا الرغوه. نضيفو السكر سنيده، من بعد نضيفو 100 غرام ديال السكر سنيده، العبار بكاس العنبه، كاس لاروب ديال السكر سنيده. غنطربو هاد المكونات حتى كيولي لنا خليط ابيض. نضيفو قبصه ملح، نضيفو القليل من الفاني، نضيفو القليل من نكهه الكراميل اختياريه، تقدروا تكتفيو غير بالفاني. ونضيفو نص كاس ديال الزيت بعبار 60 مl ديال الزيت. نحركو هاد المكونات. هاد المرحله نبداو نحركوها بالسباتول. من بعد نضيفو 100 ml ديال الحليب بالعبار كاس العنبه، كاس لاروب ديال الحليب. من بعد غنضيفو 150 غرام ديال الدقيق الابيض فورس، عبار بكاس العنبه، كاس ونص ديال الدقيق الابيض، ما يكونوش عامرين، ضروري ما تغربلو الدقيق. كنبداو نخلطو في هاد المكونات حتى كيتجمع لنا الخليط. على هاد الشكل هذا. من بعد نضيفو 2 خمارات ديال الحلوى بعبار 16 ولا 14 غرام. نضيفو معلقة صغيرة ديال الخل. كنخلطو هاد المكونات. من بعد انا خديت هاد المول هذا، المول العجيب، دهنتو بالزبدة، كندهنوه بالدقيق والزيت، دهنتو مزيان. كنستعملو اي مول عندكم. وندير عليه الزنجلان، تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروه، كيعطي منظر رائع. كنديرو بهاد الطريقة هذه. من بعد كنخليو الخليط ديالنا في المول. من بعد ندخلوها الفران على درجة حرارة ديال 150 درجة، مدة ما بين 25 حتى 30 دقيقة. من بعد ما خرجناها من الفران خليوها حتى كتبرد، عاد كنديمولوها. كتجي على هاد الشكل هذا. الجنجلان كيعطيها منظر رائع. كتجي رطبه، متحتاجوش تسقيوها. بالنسبه للكريمه غنحتاجو 4 ديال الحليب، عبار كاس ونص ديال الحليب. نضيفو 3 معالق كبار عامرين ديال بودره ديال كريم باتيسير. تقدروا ديروا الكريم باتيسير العاديه بالبيض. 3 معالق يكونوا عامرين مزيان، 30 غرام. نضيفو 3 معالق كبار ديال السكر سنيده.
بعد نضيفو كراميل ولا نكهة الكراميل المتوفر، نديرهم على البوطة حتى كيعقد لينا الخليط. كريمة من بعد ما وجدات كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي شادة في راسها. نضيفو لها ديسير ديال الكراميل، الا كنتو غديرو فلون ديال الكراميل مديروش بزاف ديال النشا، ديروه 20 غرام. ما نخليوش الشاي يبرد باش ما يعقدش لينا، ولا كان عندكم فيتا كتولات كتميكسيو باش كيجيكم كريمي. كيجي على هاد الشكل هذا، نديروه في الثلاجة حتى كتشد لينا الكريمه في راسها. من بعد كنزوقوها. الكيكه ديالنا من بعد ما شدات الكريمه في راسها ولات عاقده، خديت الشوكولا اولي ذوبتها، غنضيف لها القليل من الحليب، معلقه صغيره، غادي نزين هاد الكيكه. تقدروا تزيدوها بالكراميل باي حاجه عندكم، الزين كيبقى اختياري. ديروا خطوط بهذا الشكل. نزينو بالنوازيت. شوفوا كي جات من الداخل. كيكه كتجي على هاد الشكل هذا، طبقه ديال الكريمه كتجي شاده في راسها. كتجي منظر رائع، مذاق رائع. دوق معكم الكيكه. كريمه كتجي كريميه، المذاق ديال الكراميل. نتمنى هاد كيكة الكراميل تكون نالت إعجابكم. جربوها وردوا عليا في التعليق. ألقاكم في فيديو قادم بالصحة والراحة.